السلام عليكم، معكم سيف إبراهيم من قناة فكرها صح. وخليني أسألك في أول الفيديو ده سؤال واحد: كم مرة دخلت حوار وخرجت منه حاسس إنك مش مسموع، أو بتتكلم واللي قدامك مش مهتم، أو بتحاول تشرح حاجة والناس مش فاهمة أو مش مستوعبة أنت بتقول إيه؟ لو ده بيحصل معاك كتير يبقى أنت محتاج تتعلم فن التواصل. وخليني أقولك، التواصل مش مجرد كلام، دي مهارة، واللي بيجدها بيفتح لنفسه أبواب شغل وعلاقات، فرص نجاح وراحة نفسية. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم، يلا يا برنس. أول حاجة، افهم الفرق بين الكلام والتواصل. الكلام ممكن أي حد يعمله، بس التواصل الحقيقي بيحصل لما الشخص اللي قدامك يسمعك أو يفهمك ويحس إنك بتحترمه، وده بيبدأ منك انت مش منه هو. وعلشان كده تعالى نمسك المفاتيح واحدة واحدة. أول مفتاح: اسمع أكتر ما تتكلم. ناس كتير فاكرة إن عشان تبان واثق لازم تتكلم كتير، بس الحقيقة إن اللي بيسمع بتركيز دايما حضوره أقوى. اسمع للي قدامك بعيونك، بإيماءاتك وردودك الصغيرة. لما حد يقولك حاجة قوله فهمتك أو كمل، ده مهم بالنسبة لك. الحاجات دي بتكسر التوتر وبتخلي الشخص يحترمك أكتر. تاني مفتاح معانا: لغة الجسد أهم من الكلام نفسه. اوعى تفتكر ان اللي الناس بتسمعه اهم من اللي الناس بتشوفه. 90% من التواصل غير لفظي، يعني وقفتك ونبرة صوتك، حركات ايدك، نظرتك. لما تتكلم بص في عين اللي قدامك، مالك يا حبيبي مكسوف من ايه؟ خليك ثابت لكن مش متجمد، وافتح جسمك ما تقفلوش كأنك خايف او متردد. طيب تالت مفتاح معانا: ببساطة خليك بسيط. الناس بتحب اللي بيفهمهم مش اللي يعقدهم. ما تستخدمش كلمات صعبة ولا مصطلحات كبيرة على الفاضي. خليك واضح وكأنك بتحكي الموضوع لصاحبك. ولما توصل فكرتك اسكت. الناس بتفتكر اللي بيقول الكلمة الصح في الوقت الصح، مش اللي يرغي كتير. رابع مفتاح: الناس بتحب اللي بيخليهم يحسوا بأهميتهم. في أي حوار خليك مهتم بالشخص اللي قدامك أكتر من اهتمامك بنفسك. اسأله عن رأيه، خليه يحكي شوية، ولما يرد اسمعه بصدق. انت كده مش بس بتتواصل، انت بتخلق علاقة حقيقية. طيب خامس مفتاح معانا: خلي نيتك صافية. لو نيتك انك تقطع او تثبت انك الاذكى او تطلع اللي قدامك غلط، الحوار هيتحول لحرب. لكن لو نيتك انك تتفاهم وتفهم وتوصل لحل، هتتفاجئ قد ايه الناس هتحترمك وتسمع لك. واخيرا، تطوير التواصل مش محتاج تمرين. زي اي مهارة مش هتتعلمها في يوم. كل مرة تتكلم فيها لاحظ نفسك، سجل صوتك، شوف رد فعل الناس، اتعلم من اخطائك، وهكذا. وكل يوم خطوة صغيرة هتخلي تواصلك اقوى وحضورك اذكى. لو عجبك الكلام ده ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو مع حد ممكن يستفيد، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر موقف حسيت انك ما كنتش عارف تتواصل فيه. وافتكر دايما الناس ممكن تنسى كلامك، بس عمرهم ما هينسوا احساسهم وهم بيتكلموا معاك. كان معاكم سيف إبراهيم من قناة فكرها صح. سلام.